كل واحد فينا عنده السند والداعم بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو الداعم الأوحد والأول. بس في الحياة ربنا خلق لنا سند. السند ده ممكن يكون الأم، الأب، الأخ، الأخت، أو الزوج أو الزوجة، أو الأولاد أو الأصدقاء المحيطين بينا. لازم يكون عندك سند في الحياة بعد ربنا سبحانه وتعالى، عشان يكون سبب معاك في إن هو يدفعك للأمام، يكون مآمن بيك، يكون مآمن بموهبتك، مآمن بإمكانياتك. وقبل كل ده لازم انت نفسك تكون مآمن بنفسك، تكون عارف قدراتك، عارف مهاراتك. ما تستناش ان حد يقولك مهاراتك ايه، او هو حد يقيمك. انت اكتر واحد عارف قيمة نفسك، وانت اكتر واحد تقدر تقيم نفسك. اوعى تنتظر تقييم الاخرين ليك، اوعى تنتظر ان الاخرين لازم هم اللي يعرفوك انت مين. بالعكس، لو عندك مهارة، لو عندك ابداع، ابدع فيه. خليك مبدع فعلا في مهارتك. اكتشف نفسك من اول وجديد. شوف ايه اللي بتحبه. في ناس كتير عندها مهارات كتيرة قوي، بس للأسف الشديد ما لقيتش اللي يأمن بموهبتها، او ما لقيتش اللي يدعمها، ما لقيتش اللي فعلا يقول لها برافو، انا في ظهرك او انا في ظهرك. أزواج كتيرة جدا جدا كانت محتاجة الزوجة الداعمة، وزوجات كتيرة جدا كانت محتاجة الأزواج الداعمين. وفعلا بيبقوا ناس عندهم مهارات حلوة جدا، أو ناس أصحاب ثقافات أو أصحاب علم أو أصحاب مهارات يدوية أو صناعية أو فنية. ايا كان انت بتتميز في ايه، حتى لو بتتميز بالقاء الشعر، حتى لو بتتميز بالقاء بكتابه اشعار، ايا كان الفن، الرسم، ايا كان انت بتتميز في ايه، اكيد ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد حاجه هو متميز فيها. شوف ابداعاتك، شوف ايه الحاجه اللي بتميزك. متميز بان انت بتعرف تلبس كويس، متميز بانك تعرف تتكلم كويس، متميزه انك انت تقدري تطبخي اكل حلو جدا محدش ينافسك فيه. طب انت متميز بانك انت عندك مهارات تجاريه وتقدر تعمل تنميه تجاريه، او تقدر تخش في مشاريع تجاريه، بس محتاج حد يساعدك شويه، حد يامن بموهبتك، حد يقول لك يلا وما تخافش وانا معاك. أي تجربة في الحياة لازم يكون لك داعم بعد ربنا سبحانه وتعالى، مآمن فعلا بقدراتك فيها، ويكون بيساعدك إنك أنت تخوض التجربة. اوعى تخاف تخوض التجربة، لأنك لو خفت هتقعد في مكانك، واللي هيقعد في مكانه عمره ما هينجح. لازم تحاول مرة واتنين وتلاتة. مش معنى انك انت حاولت ووقعت خلاص بقى انا مش هحاول، لا بالعكس، لازم تقوم وتحاول تاني وتحاول تالت لحد ما توصل لهدفك، لحد ما توصل لان الناس تآمن بيك، وفعلا موهبتك تظهر في الحياة، والناس تشوف فعلا ابداعاتك. حتى لو كنت زوجة وقاعده ومش هتقدري تعملي حاجه غير ان انت تبدعي في اكلك، او تبدعي في نظافه اولادك او نظافه بيتك، او انك انت هتبقي متميزه في حاجه في بيتك وحياتك، ده ابداع. تربيتك لاولادك بتربيه طيبه ابداع. فاوعى تستقل بقدراتك، اوعى تستقل بذاتك، لان ربنا سبحانه وتعالى ميز كل واحد فينا بحاجه. اوعى ما تستغلش تميز ربنا ليك بالحاجة اللي هو ميزك بيها عن كل الآخرين. وبالتوفيق، ودور على إبداعاتك، وإن شاء الله هتلاقي نفسك مبدع في حاجات كتيرة قوي. وبالتوفيق لكل المبدعين. تحياتي. ايه ده؟